السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل قرص بيتي طريه زي ما انتم شايفين كده. المقادير بص معاكي، هتجيبي ايه؟ كوبايه زيت، كوبايه لبن، ايه بالمج بتاع الشاي العادي، كوبايه زيت كوبايه لبن. هتجيبي ميه دافيه للعجين، وكيلو دقيق، معلقه كركم، معلقه سكر، معلقه ملح، كيس خميره فوريه. لو عايزة تزودي السكر شوية ماشي، حطي 3 معالق، او عايزة تحطي نص كوباية الشاي، انت وراحتك على حسب ما بتحبي طعمه. بعدين هتعجنيهم زي ما انت شايفة كده في البولة وتغطيهم. يعني هتحطي كل المكونات، الملح والسكر والكركم والخميرة واللبن والمية، وتدوبيهم مع بعض. بعدين تضيفي الزيت وتصبي عليهم الدقيق وتقلبيه وتعجنيه لحد ما يبقى ايه، كورة زي ما انت شفتي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدين تغطيها وتسيبيها لحد ما تخمر، تحطي كيس بلاستيك عليها وتغطي العجينة لحد ما تخمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله، شايفة ملت البولة. بعدين تجيبي صاج تمسحيه بمسحة سمنة، أو تغسليه الأول وتنشفيه وبعدين تدهنيه سمنة، وتقطعي القرص زي ما انت شايفة كده بالحجم الصغير ده. يعني تعملي في الصاج 5 في الطول و4 في العرض. وبعدين تسيبيها تخمر كمان مرة، وتولعي الفرن على درجة حرارة 180 درجة حوالي 7 دقايق. في الأول تسخن الفرن، تكون ايه العجينة خمرت في الصاج. وبعدين تحطيها في الفرن، ترصيها في الفرن ولحد ما تستوي بألف هنا وشفا. ما تنسوش لايك حلو منكم والاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.